السلام عليكم حبابي وحباباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ هانيين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحه والعافيه باذن الله. اليوم فيديو جديد بعد غياب طويل مره اخرى. رمضان كريم. نتمنى تصوموا بالصحه والسلامه ان شاء الله نتوما وعائلات ديالكم والاحباب ديالكم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال سيدنا محمد في العالمين انك حميد مجيد. اليوم فيديو جديد كيف ما كتشوفوا غادي نصاوب معكم لاصوص، او ماشي لاصوص، معجون الفلفل الاحمر الحلو، او لا معجون التحميره. يعني تقدري تستغني على التحميره وديري بلاصتو هذا المعجون اللي كيجي زوين ورائع بطبيعه الحال. هكا شي مرات كتكون فلفله رخيصه، واخا انا ما كنهضرش على هاد الايام هادي، راه هاد الايام راه الغلاء وكلشي كيتشكى. نطلبوا من الله السلامه والعافيه وصافي، هادشي اللي غادي نقول. المهم غادي تحتاجوا الفلفله الحمراء طويله ولا المدوره، ماشي مشكل يعني اللي كانت، المهم انها تكون حلوه. انا شديتها غسلتها مزيان ونشفتها، ضروري انكم تنشفوها، وقطعتها مربعات متوسطه على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، او لا الطول اللي بغيتو. المهم انا الطويله قطعتها مربعات متوسطه، ومكوره قطعتها هكا شرائح اللي ما صغيرش بزاف، متوسطه كذلك. المهم غادي ناخدو هاد الفلفله كيف ما قلت لكم. انا راني دايره الكسكاس، درت فيه الماء وخليته كيغلي باش غادي نفورها. غادي نديرها في الكسكاس واحد 4 حتى 5 ديال الدقائق، ونضيف ليها فصوص ديال الثوم، راس ديال الثومه نقيه ونضيفو فوق الفلفله، يعني نديرها غير من الفوق راه دغيا كطيب. كيف ما كتشوفوا هي راه طابت وجدات معايا. باش غادي نكملوا المراحل المتبقيه. هنايا راني كنوريكم، يعني ضفت ليها ثومه. اسمحوا لي، راه الصوت غادي يبان لكم بحال شويه، راه كنت مريضه وكان مشى ليا الصوت في مره. دابا الحمد لله راه بدا كيرجع، اللهم لك الحمد. كما شفتوا معايا هنا الثومه راه ولات بوماد، الفلفله كذلك راه طابت مزيان. غادي نخليها حتى تبرد مزيان، عاد غادي ندوز باش نطحنها. وكملوا معايا المراحل والفيديو، ونتمنى انكم تجربوها، راه كتجي زوينه والله، كتنفع بزاف بزاف، كتجي في بزاف ديال الحوايج، كتبنن الماكله. هنايا من بعد ما بردات الفليفله ديالنا غادي ندوز باش نطحنها. عفوا سمحوا لي. الا عندكم الميكسور من الاحسن انكم تطحنوها في الميكسور، ما عندكمش فقط طحنوها في الخلاط الكهربائي كيف ما درت انا، طحنتها غير في الخلاط الكهربائي. ما تزيدوا ليها لا ما لا حتى شي حاجه، راه ديك الفلفله كافيه وغادي تطحن لكم مزيان. غير مره تبقاو هكا تحركوا الخلاط الكهربائي، الكاس ديال الخلاط مره تسكتوه وتهزوا الكاس كيف ما كندير انا، وكنحركوا شويه ونرد نطحن باش هكا ما تخسرش لكم الطحانه ديالكم، وكتعاونوا ديك الفلفله دغيا كتطحن. المهم غادي نستمر هكا حتى تطحن ليا مزيان. وكيف ما كتشوفوا كنخويها في كاسرونه. اذا بقى فيها الماء ضروري انكم ديروها فوق البوطه ومع التحريك حتى ينشف من هذاك الماء. الا شفتوا ما فيهاش الماء ماشي مشكل، صافي خليوها هكاك، وديروها في قريعات ديالكم اللي يكونوا معقمين بطبيعه الحال، باش هكا تحتفظوا بها لمده طويله. ممكن انكم تحتفظوا بها في الكونجيلاتور، وممكن الكونجيلاتور خاصها تحتفظوا بها حتى لمده شهر شهرين، ما كيوقع ليها حتى شي حاجه. في الثلاجه طبيعه الحال غادي تحتفظوا بها في الثلاجه. اذا كنتو كتستعملوها هكا يوميا ديروا واحد القرعه صغيره في الثلاجه، وهكا تبقاو تاخذوا منها. كتصلح للشرموله ديال الحوت، الشرموله ديال الدجاج، الحشوات، راه كتجي زوينه بزاف ومذاق رائع. راه ما درت فيها لا ملحه لا حتى شي حاجه، ولكن الا كنتو تحتفظوا بها مده طويله ضروري انكم ديروا الملحه وشويه ديال القزبر، لان هادو كيعاونوا لي صوص باش ما يخسروش، يعني كيعاونوا باش يبقاو مده طويله. وهذه هي
هادي الدرجة سمحوا لي. هذه هي العجينة ديال او معجون الفلفل الاحمر او معجون التحميره. كيف ما كتشوفوا راه كيجي زوين، كيجي حتى المذاق ديالو والله الا كيبنن الحشوات، كيبنن الشرموله ديال الحوت وديال الدجاج بزاف بزاف. جربوها وردوا عليا الخبر. ما نقولش لكم في هذا رمضان لان دابا، ولكن الا رخصت الخضره ورخص الفلفله نتمنى انكم تاخذوها وتجربوها وتردوا عليا الخبر، حيت والله الا راه كتجي زوينه وكتبنن بزاف بزاف لي صوص والشرمولات والحشوات بطبيعه الحال. الا عجبكم هذا الفيديو بارطاجيو وما تنسونيش من اللايك هو اللي كيطلع الفيديو. نتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو ديالي وانني نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، ونقول لكم السلام عليكم الى فيديو قادم باذن الله.